السلام عليكم. احضر هنا عبد الفتاح السيسي، نسمع الشاب المحترم ده. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش طالع اشحت مبدئيا كده، انا مش طالع اشحت، بس هما سؤالين ثلاثة سهلين وبساط نترد عليهم. نجيب قوت يومنا منين؟ الدنيا وطلع بينا صاروخ، طلع بينا صاروخ بمعنى الكلمة. طب نعمل ايه؟ انا عشان اوفر، انا اول قبل اي كلام انا عندي بنتين، مش هنقول بقى فاتح مدرسة وعندي عيال وبصرف على كتيبة، لا هما اتنين وامهم. طيب نعمل ايه؟ انا راجل شغال، ما بقولش عاطل وبدور على شغل لا، انا راجل شغال وشغال 12 ساعة، يعني اوريدي مفحوط او مخطوف طول اليوم. انا راجل مخطوف 12 ساعة، بنزل الصبح برجع بالليل. طيب باخد كام على ال 12 ساعة دول؟ 3.5. راجل ماسك أسرة فاتح بيت ب3.5. طب يجيبوا ايه ال3.5 دول في الشهر؟ يجيبوا ايه؟ يجيبوا ايه؟ انا بقبض يوم 5 في الشهر، يوم 5 انا بقبض يوم 5 في الشهر، يوم 13 بح وقابل في ديون بقى. هات من ده 200، هات من ده 100، هات من ده 500، هات من ده 200 كده. الحمد لله ما بشربش حاجه. انا قد السجاير اصدق انواع. شفت عبد الفتاح السيسي يا مجرم يا قزم؟ انت وصلت الشعب لفين؟ اتفرج على الفيديو التاني عبد الفتاح السيسي. خليك معايا ما تمشيش عشان انت مجرم وهتتحاسب. ده خطير. طيب قصور رئاسية. امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسية وهعمل. هي ليا؟ انا بعمل دولة جديدة. هي ليا دي باسم مصر. ماشي يا قزم، خليك معايا. المصرية نشرت على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لحظات استقبال السيسي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر العلمين. هذه المقاطع تظهر ملامح الأبهة والفخامة بالقصر، وأيضا الإطلالة الخلابة مباشرة على شاطئ العلمين. طبعا في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، علق الكثيرون على مواقع التواصل في ظل البلوى السوداء اللي الناس فيها، انت مجرم وقزم وهتتحاكم ومش هنسيبك. وابنك اللي انت بتلمعه لنا علشان تعمل له عملية توريث دي شيلها من دماغك خالص. ابنك مجرم زيك بالظبط، ابنك ايديه مليانة دم زيك بالظبط. واقعة رابعة انت وابنك اللي عملتوها، قتلتوا المصريين في ميدان رابعة، دوست عليهم بالمدرعات وبالدبابات. كان مذبحة، كانت مذبحة. انت عمال تقول احنا فقراء، فقراء قوي، ومصر مفيهاش ثروات، ومصر 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 ومصر. انت جاي تقهرنا ولا جاي؟ انت مين اللي بعتك لينا عبد الفتاح السيسي؟ مين اللي بعتك لينا؟ انت جاسوس علينا؟ جاي تقهرنا؟ جاي تموتنا؟ ولا انت جاي عاوز ايه مننا بالظبط؟ انا عايزك تفهمني. اسمع عبد الفتاح السيسي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه تبعت رايك
يا سيدي فلوس بالرقعة بالرقعة لو تبقى نتفاضل عشان ربنا رايك الأول ويك دلوقتي قلوبي بينفقس يا رايك لو تبقى ممكن كسنة يفعل حرام علي والله راسي رايك يا سيدي دلوقتي متوايش عرفت بنا بوايش فين والله راسي ممكن رايك يمشي رايك يبقى التاني ممكن لازم إن شاء الله رايك يمشي مش عايز رايك يمشي لازم ماشي هاتي بندانة بوين يا رايك يا ربيت يا رايك ايه رايك عبد الفتاح السيسي يا مجرم يا اللي ايدك مليانه دم؟ السلام عليكم. ايدك مليانه دم المصريين، انت ومحمود ابنك اللي انت بتلمعه وبتجهزه علشان تعمل له توريث للحكم. دي حاجه تشيلها من دماغك انت وابنك خالص، لان احنا هنمسح اسمكم من على الخريطه مش من مصر بس، عشان تبقى عارف يا مجرم. و شوف يا عبد الفتاح السيسي يا مجرم، الست دي بتقول ايه؟ اللي هي مصرية، اللي هي صاحبة مصر الحقيقية. يا سيسي اتعادل إن الله يعدلك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سيسي، تطلع على ظهرك يا سيسي، تتعزل من البلد دي يا سيسي، ما حد يشوف لك شك يا رب شك. الست المقهورة ديت اللي انت قاهرها ديت وجايب لها الفقر هي والبلد اللي هي فيها، القصور اللي انت قاعد فيها بمليارات، والحراسات اللي انت بتدفع لها مليارات، الحاجات دي بتاعت الست دي، وبتاعت الست من شوية اللي عندها مشكلة في النطق وانت خليتها نطقت. الناس كلها مش طايقاك يا عبد الفتاح السيسي، محدش طايق يشوفك، لا انت ولا اي حد من عيلتك. انت راجل واطي وابنك واطي اوطى منك، وكل اسرتك اسرة واطية. انا عايز افرجك كمان حاجة بسيطة وبسرعة. الاستاذ وسيم السيسي عن الرئيس السيسي. الرئيس السيسي رجل تقي نقي صوفي النزعة، وضحى بجزء كبير جدا من شعبيته من أجل إتمام رسالته. محدش كان بيعمل كده، كان يقدر يرحل جزء كبير جدا من المشاكل ليمضي في الطريق هو وحده. الناس واخدة معيار واحد للحكم على عصره، وهو معيار غلاء الأسعار، وده معيار مضحك طبعا. شوف الراجل الواطي بيقول لك عيار مضحك، عيار مضحك. طب احنا بقالنا 14 سنة الناس دي بتزحف على وشها، ايه العيار المضحك في كده؟ طب هيفضلوا جعانين لحد امتى؟ يفضلوا المفروض يا وسيم يا سيسي يا اللي لافف كرشك في فلنا يا ضلالي، المفروض ان هم يفضلوا جعانين لحد امتى؟ ده احمد موسى طالع بيقول لك الرئيس عامل استراتيجية لحد سنة 2052، يعني بيمهد ل 52 كمان، يعني هتفضلوا جعانين لحد سنة 52. انتوا معانا في البلد ولا مش معانا ولا ايه؟ انتوا الحراسات بتاعتكم بتكلف الدولة ملايين الملايين. طب يا عم ما توفروا الحراسات والملايين ديت واحنا مش عاوزينكم ولا تخافوا من حاجة، غيروا اطلعوا في داهية هربوا على بره، ووفروا الملايين والحاجات اللي انتوا عمالين الناس تحرسكم بيها ديت، و50 عربية رايحة بفلوس و100 عربية جاية بفلوس، والريس راح الريس جه الريس مش عارف ايه، والمشوار اللي انت بتمشيه ده بالحراسات دي بيكلفنا احنا من دم الغلابة اللي بتلطم على وشها دي. الراجل ابو 3000 ونص في الشهر دوت مع اسرة بيدفع ايجارات وبلاوي سودا، وهو زيه ملايين المصريين. والست اللي عمالة تدعي عليك، والست التانية اللي عندها مشكلة في النطق انت خليتها نطقت. الناس قرفت منك ومن اسمك، اقسم بالله اسمك حتى بقوا بيسبب لهم كابوس.
لا ومخبي ابنك ومش عايز تظهره في الاعلام علشان ما حدش يتريق عليه ويبقى انت حرقته. مفكر ان هو هيجي يمسك البلد. انت شفت لما ابن حسني مبارك جه علشان يعمل عمليه توريث ابوه يورثه البلد، احنا طلعنا عملنا في عيله مبارك ايه؟ وعيله مبارك دي عيله ما يقدرش عليها غير ربنا. بص عملنا فيهم ايه. انت هيبقى مصيرك كده، انت هيبقى مصيرك كده. دم الناس اللي انت قتلتهم في رابعه في رقبتك انت ومحمود. ومحمود كان بيشرف على ميدان التحرير في الواقعة دي. محمود كان مسؤول عن الواقعة ديت في ميدان رابعة. دم المصريين اللي انت بعزقته على الارض دوت في رقبتك وهتحاسب عليه انت وابنك اللي انت عايز تورثه. دي حاجة تشيلها من دماغك وما تتخيلهاش علشان دي حاجة بعيدة عنك خالص. السيدة انتصار السيسي عملت زيارة للمنوفية على اساس ان هي رايحة تزور موضوع حياة كريمة اللي هو اونطة، يعني اللي انتوا بتضحكوا علينا بيه ده. وهي رايحة كده رايح معاها 20 عربية حراسة وراجع بال20 عربية حراسة. كلفت الدولة كام في المشوار ده السيدة انتصار السيسي؟ السيدة انتصار السيسي طالعة بتتكلم على المرأة المصرية ومش عارف ايه، وعاملة احتفال جوه قاعة متكلفة ملايين، وجايبين شوية ناس يسقفوا لها وتشتغلونا، ومكلفين الدولة كذب في كذب في كذب في كذب في كذب في كذب. انتصار السيسي، عبد الفتاح السيسي، محمود السيسي، مصطفى السيسي، انتوا الأربعة عقابكم هيبقى شديد. القصور الرئاسية والمنازل الفاخرة والشاليهات والفلل، كل السيارات وكل ده بإذن الله هيشتغل لحساب الغلابة. كل ده هيشتغل لحساب الغلابة علشان تبقى عارفين. ومحمد بن زايد بتاع الإمارات اللي انت كل شوية جايبه وقاعد جنبه وهو لابس العمة والجلابية وانت قاعد جنبه قزم وعمال محتفل بيه وعمال تبيع له مؤسسات الدولة وأصول الدولة وعمال تديله. محمد بن زايد احتل مصر. وطبعا يا محمد بن زايد انت مالكش عندنا حاجة. أول ما نمسك القزم بتاعك عبد الفتاح السيسي وندخله القفص ده، إذا هو يعني حابب القفص عايز حاجة تانية برضه احنا تحت أمر. بس احنا بنقول ليه نبدأ معاك القانون الأول. كل الحاجات دي يا محمد بن زايد مالكش عندنا أي حاجة خالص. وخلي بالك هي قربت وخلاص، هي في الطريق انها قربت. عبد الفتاح السيسي جاي، انت جاسوس جاي مصر يا عبد الفتاح السيسي، جاي جاسوس وجاي تدمر مصر. انت جاي تدمر مصر بس باذن الله مش هتعرف تدمرها. انت جوعت الناس صحيح، سرقت مصر صحيح، بعت اصول الدولة صحيح، بعت مواني، بعت شركات، بعت كل القطاع العام حتى كله بعته. قطاع عام كل القطاعات العامة بعتها. بس كل دوت لسه موجود جوه مصر. كل اللي اشترى منك هيتحاسب معاك بره بعيد عننا بإذن الله. شوف معايا كده يا مجرم الفيديو ده. في مشروع حد كان عرضه عليك او كان كانوا عايزين يعملوا مين عايزين بس؟ حد من المخابرات جالي. مخابرات اي واحده؟ العسكريه العامه؟ العامة غالبا. غالبا ما اعرفش اذا كان من انهي جهاز فيهم بصراحة. بس هو كان من الناس اللي ماسكه البيزنس بتاع المخابرات في لندن. هو المخابرات ليها بيزنس؟ يا سلام، ما تشوف وائل حنا والمحاكمة بتاعته اللي في أمريكا. ما دي شركة مين؟ ففي شركات كتير قوي كده هم عاملينها وحاطين ناس تبعهم بيدير هذه الشركات يعني. فجالي واحد منهم قال لنا عايزين نعمل محطة أخبار ناطقة باللغة الإنجليزية تنافس الجزيرة إنجليش. تحديدا أيام بقى كانت 2016. كانت الموضوع زايد عليهم شوية. زايد عليهم شوية وفضايحهم بتكتر في كل حتة. فكان يعني حوار أزعجني جدا. واللي أزعجني مش يعني
مش خطورة الموضوع بالنسبة لي على قد ما غباء هؤلاء الذين يديروا. يعني انت ليه اخبار الناس عايزه يبقى ليها صوت في المجتمع الغربي توضح سياستهم وتحسن من صورتهم؟ ده عبط. لا يعني ايش تعمل المشطة في الوش العكر؟ ازاي هتحسن مظهر واحد قاتل معذب حرامي مهرب؟ ازاي؟ انت عبيط. وده اللي انت عبيط. المخابرات العامة عايزة تعمل قناة محطة منافسة لقناة الجزيرة. قناة الجزيرة اللي هي بتفضحهم، يعني عايز يعمل محطة منافسة ليهم في لندن، عايز يعمل محطة ناطقة باللغة الإنجليزية. طب انتوا بدل ما تصرفوا على ان انتوا عايزين تعملوا منافسة لقناة بتفضحكم وتصرفوا عليها فلوس، ما تشوفوا الناس الغلابة اللي في مصر. يا جدعان الناس الغلابة اللي في مصر دي ملهاش دعوة بالوساخة بتاعتك يا نظام يا وسخ. الوساخة بتاعتكم دي الناس الغلابة عايزة تاكل بس. الناس الغلابة عايزة تاكل بس. شوف يا عبد الفتاح السيسي يا مجرم يا اللي ايديك مليانة دم، شوف الفيديو ده كده يا ابو قصور رئاسية. السيد اللواء مساعد الوزير محافظ المنيا، بقول له يا سياده المحافظ احنا على ما نسمع على سعادتك ان انت بتنزل وتشوف المواطنين وما تسيبش حق اي مواطن ضايع. النهارده انا من مركز مطاي قريه ابوان عايشه على ساحه من الميه، ابوان كلها مئات البيوت خربانه في ابوان. النهارده وضع يحسب، وضع مكسب، وضع لا يصح الا يعني محدش ند عليه وضع ده. فانا بناشد السيد اللواء محافظ المنيا. السيد اللواء بتنجانة، السيد اللواء بتنجانة. السيد اللواء مش فضيلك انت، لو انت لواء ولا ضابط ولا ليك اي حاجة في البلد هو تحت امرك، انما انت مواطن صاحب البلد وصاحب الارض ملكش لازمة. بتكلم لواء مين اللي انت بتكلمه يا عم الحاج؟ دول شوية عصابة عايزين يتكبوا في الزبالة، من اول عبد الفتاح السيسي لحد اللواء اللي انت بتكلمه دلوقتي، كلهم عايزين يتكبوا في الزبالة، وهيتكبوا في الزبالة بإذن الله. والله هتتكبوا في الزبالة، لأن هو انتوا مكانكم الحقيقي في الزبالة. ولا عندنا مجلس شعب ولا عندنا برلمان ولا عندنا أي حاجة في أي حاجة، ودولة سبحان الله المواطن الغلبان فيها زحف على وشه ومحدش شايفه وشادين عليه ستارة سودا وهو كده وخلاص. احترموا نفسكم، احترموا نفسكم علشان لما تقعوا في ايدينا نرحمكم. شوف يا عبد الفتاح السيسي، قبل العاصمه قبل المساكن نهتم ببطن البني ادم. انا عايز انام شبعان، انا عايز ازازه زيت اعمل بيها طعميه وشويه فول، انا عايز شويه سكر اشرب الشاي، ده مزاج المصريين. انا عايز رغيف عيش هجيب بيضه ولا هجيب ده المصريين يا سياده الريس. هو ما يهموش العاصمه الاداريه فين يا سياده وزير الاسكان، ولا العاصمة الإدارية والبتنجانية والحاجات دي، الناس ديت في حتة والعاصمة بتاعت 200 أهلك في حتة تانية خالص. احنا لا عايزين عاصمة إدارية ولا عايزين أي حاجة من شغل العصابات بتاعتك ديت، انت فاشل. يعني الراجل اللي واقف في بيته في قلب المية مشمر رجليه ده ما عندهوش مواصلات يركب بيها يروح للعاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية أقل غرفة فيها تمنها 5 مليون، الغرفة الواحدة ب5 مليون. الراجل اللي بيلطم على وشه والناس اللي زحفة على وشها دي ملهاش دعوة ولا علاقة باللي انت بتعمله ده كله. اللي انت بتعمله ده كله ده انت عامله للعصابة اللي هي شغالة معاك، اللي هي عندها فلوس سرقاها من دم اللي واقف في قلب المية ومن دم اللي بياخد 3500 ومش عارف يمشي في بيته. شوف يا عبد الفتاح السيسي يا مجرم، انت واسرتك، اسرة السيسي كلكم مجرمين وحرامية وقتلتوا الشعب ودم الشعب كله في رقبتكم. شوف يا عبد الفتاح السيسي، ده اخر فيديو هوريهولك قبل ما اقفل معاك وهقول لك كلمتين. الناس دي ملهاش دعوة بالعاصمة الإدارية ولا لها دعوة بأي حاجة. عام يذهب وآخر يأتي وكل شيء
شيء فيك يزداد سوءا يا وطني. السلام عليكم اخوك. انت راجل تافه وكل شوية تطلع تكذب، وقاعد مكلف قاعدة 50-60 مليون، ولمم حواليك شوية حرامية وشوية ناس تافهة مفيش فيهم لا واحد اقتصادي ولا واحد بيفهم ولا أي حاجة خالص. انت دول قاعدين حواليك يسقفولك زي ما قلنا قبل كده وخلاص. الناس اللي انا بوريها لك دي ملهاش دعوة بالعاصمة البتنجانية بتاعتك، ولا لها دعوة بأي حاجة من اللي انت بتعملها. انت في ناحية والناس في ناحية. عندك قصور رئاسية، البوابة الإزاز دي لوحديها تبني محافظة، حقها سعرها سعر البوابة يبني محافظة، وطلع تقول احنا فقراء وما عندناش ومفيش ثروات ومفيش، وراجع تاني تقول لو بنات الدولة هتيجي على جوعكم جوعوا. طب الناس قاعد بقالها 14 سنة بتجوع. طيب لما انت جوعت الناس عشان تبني البلد، امال القروض المليارات التريليونات اللي انت جايبها قروض وسلف من بره دي وديتها فين؟ لما انت مجوع الناس علشان تبني وتعمل، ومع انك اللي انت مجوعه ده ما يعرفش يعني ايه عاصمة ادارية ولا اللي دعوة بيها ولا عاوز يشوفها ولا عاوز يشوفك. جوعته عشان تبني. طيب جاع وانت بنيت، القروض اللي انت جبتها دي عملت بيها ايه ووديتها فين؟ طب لما بعت الجزيرتين للسعودية وديت فلوسهم فين؟ طب لما بعت راس الحكمة للإمارات وديت فلوسها فين؟ لما بعت راس جميلة للإمارات وديت فلوسها فين؟ لما بعت الموانئ المصرية للإمارات وديت فلوسها فين؟ أسئلة كتير يا عبد الفتاح السيسي، ومصايبك عمالة تكبر معانا. واوعى تفكر ان احنا مش هننزل لك الشارع، لا احنا هننزل لك الشارع، والله هننزل لك الشارع. النهارده بكره بعده احنا نازلين ان شاء الله، نازلين كلنا نازلين، لان الناس جابت الاخر وطفحت منك. الناس طفحت منك يا عبد الفتاح السيسي. انت بتكذب الكذبه وبتصدقها، يعني بتكذب وبتصدق نفسك. انتوا اسره مجرمه، اسره السيسي اسره مجرمه، والوزراء اللي بتشتغل معاك كلها كل وزير لافف كرشه في فانلة ومالوش اي 30 لازمه عندنا، ولا يخش ذمه الراجل اللي واقف في قلب المايه في بيته ده اشرف منه واشرف منك، اللي هو اصلا صاحب الارض وصاحب البلد وصاحب المليارات وصاحب المدن وصاحب اللي انت بتعمله ده كله. بص واقف في قلب المايه ازاي، وتطلع تكذب وتعمل. العالم كله عارف ان انت مجرم. انت بيطلع عنك تقارير اوروبيه ان انت قزم مجرم، تقارير اوروبيه بتطلع عن عبد الفتاح السيسي انك انت مجرم. انت اتصلت بترامب علشان تبارك له، وانت معاه على السماعه السكرتير بتاعه بيقول له عبد الفتاح السيسي قال له اقفل السكه في وشه، ده مجرم. عايز اقول لك حاجه اخيره قبل ما اقفل معاك يا عبد الفتاح السيسي، بكلمك بكل هدوء بكل هدوء، بس انت ما تعرفش ايه اللي في قلبي ليك. انت حاجه اسمها اسره السيسي، يا ناس يا مجرمه يا كذابين يا ضلاليه يا حراميه يا كل حاجه، كل حاجه وحشه. انت اقول لك حاجه قبل ما اقفل معاك، انت معايش محمود ابنك في غموض بعيد عن الناس، يعني بتلمعه. ابنك المجرم ده، ابنك ده انا هعمل له حلقه واشرح للعالم من محمود السيسي بالظبط وعمل ايه في سينا من قبل 2013، من 2003. انت ما تحاولش ايه تفكر انت بتلمعه ومخبيه بعيد عن الاعلام وبعيد عن الكلام ده على اساس ان انت محدش يتريق عليه عشان ما يتحرقش عشان يورث الحكم. الكلام ده عندها، الكلام ده تشيله من دماغ خالص. انت بتسمعني دلوقتي وانت قلت ان انت بتتفرج على السوشيال ميديا وبتتابع وبتعمل، انت دلوقتي بتسمعني. انت موظف عندي وعند الغلابة اللي زحفين على وشهم دول. انت رئيس دكتاتور، انت دكتاتور ومجرم، انت دكتاتور ومجرم، وكل ده هتتحاسب عليه. اذا لحقت تهرب مع السلامة،
اذا ما لحقتش تهرب انت بتاعنا. ما تخيلش لنفسك وتفكر ان محمود ابنك هتورثه الحكم وهيجي يمسك بدالك، لا. القصة دي شيلها من دماغك خالص، وان شاء الله الثورة مستمرة وهننزل لك الشارع قريب قوي عبد الفتاح السيسي، وكل السياسات والقرارات والحاجات اللي انت بتشتغل فيها دي هنكبها لك في الزبالة معاك. هنلفك انت والحاجات ديت بأسرة السيسي ونكبكوا في الزبالة. ولا قرارات ولا روايات ولا كل ده أونطة، كل ده في المية. احنا ساعة ما ننزل الشارع كل ده هنكبه في الزبالة وانت معاهم. سلام.